شفتوا الجربوع وسام ابو علي بيعمل ايه؟ تخيل معايا واحد الناس بتلوم عليه ان هو عاوز يمشي عشان جاي له عرض في الاربع سنين ب 20 مليون دولار. عايز اقول لك ان هو مش قصه ان هو ياخد 20 مليون دولار. لو سام ابو علي النادي الاهلي غرمه امبارح 5% من عقده عشان يعني رفض ان هو يعمل القياسات البدنيه، مجرد بس ما الاهلي هدده ان هو لو ما عملش الاشعه عشان يشوف مدى الاصابه بتاعته هيتخصم منه 10%. تخيل 10% هو مثلا بياخد مليون دولار. انت بتتكلم في رقم ممكن يكون مش رقم كبير بالنسبه للرقم اللي هو بيتفاوض عليه، ان هو عايز ياخد 20 مليون في 4 سنين بالنسبه للفريق اللي هو عايز ينتقل له او العروض اللي هي جايه له جديده. فانت بتتكلم متخيل لاعب مجرد ما النادي الاهلي بس هدده ان هو يخصم 10% مع ال 5% بتوع امبارح، يعني 15% من العقد بتاعه، قال لك بس انا كنت لسه بقول لك من 3 دقايق ان انا مش رايح معسكر تونس، لا خلاص انا هروح معسكر تونس، ولكن بس في نفس الوقت معلش كملوا المفاوضات عشان انا عايز امشي. انت متخيل جاب ورا مجرد بس ما الاهلي قال لك هنخصم منك 10% كمان. عايزك بس تتخيل العقليه ديت اللي هي يعني دربوع جعان، هو لاعب جعان مع الفلوس كتير وكل حاجه و20 مليون. ما هو لو مش لاعب جعان النادي الاهلي كان جاي له عرض ب 8، الاهلي قال لك انا عايز 10. انت هتاخد 20 مليون في 4 سنين. لو سبت 2 مليون للنادي الاهلي وخدت انت 18 في 4 سنين مفيش فرق كتير، وفي نفس الوقت يبقى انت النادي الاهلي خد ال 10 مليون والنادي الاهلي هيقول لك تمام، بس انت لا، انت عاوز تاخد كل حاجه، عايز ياخد كل حاجه لوحده، عاوز ياخد 20 مليون. شايف ان 6 مليون كتير على النادي الاهلي، الاهلي شاريه بارخص من كده، يعني فاهم.